ما يعمل به أمرين، حتى لما يقولوا يعني عبثا أن هذا الملف طوي في أذهانهم، في مخيلهم، في أوهامهم، لأنهم لا يزال مفتوح في الأمم المتحدة، مفتوح في لجنة 24 المختصة في تصفية الاستعمار، والتي تعتبر أن الصحراء الغربية لا تزال مؤهلة لتصفية الاستعمار، ومسجلة في مجلس الأمن. الشهر القادم راح يجتمع مجلس الأمن ليدرس قضية الصحراء. فلو كان الملف قد طوي لما كان يدرس إلى هذه الساعة في لجنة 24 وفي مجلس الأمن. ثالثا، هذه المعطيات صحيحة صلبة، فيه من يرسو في الصحراء الغربية. لو كان ملف الصحراء الغربية قد طوي لما كانت توجد هناك هيئة أممية لتنظيم الاستفتاء. ما تنساش مين يرسو فيها الآر هذاك سي ريفيراندوم، مازال قائم الاستفتاء، لم يسقط إلا في أذهان الأشقاء في المغرب. فبالتالي هذه يعني تسجيل النقاط السهلة أي واحد يسجلها، لكن المعطيات الدامغة باقية وهي ثابتة في الأمم المتحدة. هناك صح.